السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول هام لازم ان احنا نسخن الفرن الاول، نولع قبل ما نبتدي باي حاجة في الكيكة. نولع الفرن الاول على درجة حرارة 180. ماشي، ونشوف الجمال الكيكة التحفة دي عملناها ازاي. معانا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكل حاجة تكون طالعة من التلاجة قبلها بساعتين. تمام، 3 بيضات وحطينا عليهم ظرف فانيليا. هنضرب الكلام ده كله لغاية لما يتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى قرب قوام الكريم جانتيه. تمام، وننزل بالسكر. انا هنا عاملة السكر بودر مش حبيبات، بيفرق لما بيكون حبيبات او بودر. بيفرق، البودر بيخلي الكيك هش اكتر برضو. ده كوب ونص، الكوب الواحد 250. يعني انا حطيت كوب 250 في معيار تاني 125. عايزين تزودوا براحتكم، عايزين تقللوا عن كده برضو براحتكم، وبرضو بنفس المقادير اللي بعد كده هتبقى ولا حاجة اقل ولا اكتر برضو. انما السكر ده حسب الرغبة. انا حطيت كوب ونص، عايزين تخلوهم 2 كوب براحتكم، عايزين تخلوه كوب واحد. انا بحب الحاجة تكون سكرها مظبوط. تمام، برضه هننزل زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة، ونضرب كويس. كل ما ده القوام بيفتح، تمام، اللون بيفتح، قصدي اللون بيفتح والقوام بيتقل. وهننزل هنا بكيس بيكنج باودر، وهكون كنت غليت اللبن بتاعي وسبته كمان يهدى 5 دقايق او 10 دقايق. تمام، حطيت كيس البيكنج باودر، وحطيت كمان معلقة خل ورشة ملح. برضه نضرب الكلام ده كله كويس. هنحط نص كوب زيت، المعيار ده 125. وهنحط كوب لبن كامل اللي هو 250. طيب المعيار ده 125، هحط منه 2 عشان يبقى كوب كامل، عشان انا عايزة كوب اللبن كامل 250. فما خدتش الكوب المعيار 250 عشان انا عايزاه جاف، عشان هعاير بيه الدقيق. فاستخدمت ده في كل السوائل بقى. تمام، برضو هنضرب الكلام ده كله كويس. طبعا خف معانا، لسه منزلناش ببقية المقادير. ده 60 جرام نشا. تمام، يعني انت هتحطي 60 جرام او 65 جرام بالظبط. ماشي، نشا ده بيخلي الكيكة بتاعتنا هشة. وهنحط 2 كوب 250 من الدقيق. ده كوب 250 ملي، هنحط منه 2 كوب وننزله. وبعد كده نضرب، نبتدي الاول بدرجة اقل عشان برضو ما نبهدلش المكان بتاعنا، وبعد كده نعلى بالسرعة واحدة واحدة. بعد كده ننزل بالكوب التاني. بص كده السرعة اقل. اول ما الدقيق يختفي بعلي السرعة زي ما انتوا شايفين كده.
اضرب كويس عشان اتأكد ان مفيش اي كلاكيع. طبعا هنكون مبطنين الصينية بتاعتنا مقاس 26، تمام، بفرشة زيت ورشة دقيق، ونفضي الكيك بتاعنا ده كله، والفرن طبعا مولعين عليه من اول ما نبتدي اصلا، تمام. وهنضرب الصينية بتاعتنا كده في الارض عشان نطلع منها اي هوا. يا سلام، بصي مرتفعة وجميلة ازاي. الله الله على كيكة وجمالها وهيشانها. دي لسه سخنة كمان. المفروض مقطعهاش دلوقتي، بس مش قادرة اقاوم الجمال وال مش عارفة اقول ايه. بص، تحفة تحفة، اسفنجية وجميلة، مش قادرة اقاومها. طبعا هنسيبها تهدى شوية، ماشي، وبعد كده نغطيها، تكون بقت دافية شوية، نغطيها عشان اعرف اقطعها لكم وتشوفوها هي ماسكة نفسها. وبرضه بعد كده تفضلوا مغطيينها عشان تبقى محافظة على الطراوة والهواء اللي فيها والجمال ده كله. يا سلام، بص الجمال، مع كوباية شاي بلبن كده او لوحدها، او تعملوا لها صوص كده بالسكر بودر وفانيليا ومعلقتين لبن كده وترشوا عليه. يا سلام، هي لوحدها كده تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، وبألف هنا وشفا. سلام.